يا سلام يا سلام. آمين. معايا آمين. صعبانين عليا والله، الناس صعبانة عليا قوي. الأسعار غليت، قلبي بيتقطع والله. الأسعار طالت فوق، ولعت نار. شفت اللحمة وهي بتجري مننا امبارح؟ طب احنا عندنا عربيات بنقدر نجري وراها نجيبها، انما الفقير يعمل ايه؟ يجري وراها ازاي؟ ليه؟ ليه احنا ناكل؟ ليه نشرب نستمتع نعيش، واخواننا حبايبنا الناس ما تعيش؟ ليه؟ هل يا ترى انا ما عنديش انسانيه يا زيزو؟ بالعكس يا كمبوره بيه، انت كلك مروه وانسانيه. ربنا يحبب فيك اندال الدايره. عايز اساعدهم يا زيزو، اعمل ايه؟ بس بقول ايه رأيكم لو نعمل تخفيض 50% على الأحذية اللي بتتباع في كامبوركو للأحذية والفلات فود؟ ساعتها ندي الراجل الناخب اللي هيدخل ينتخب فردة يمين، ونحوش عنه الفردة الشمال لغاية ما ترستق يستلم فردته. ايه رأيك يا زيزو؟ بس كده احنا هنخسر كتير قوي، هنخسر يجي 80 قرش في الجوز الجزمه. اسكت يا اخي، اضربك بالجوافايه. بقول لك ايه؟ اسكت. رايك غير طبيعي. ابن رمال والله، ابن رمال. ليه كده؟ مالك في ايه؟ احنا لما نترستق جوه ونقعد تحت القبه ونقول الشويتين بتوعنا ما يهمناش. بعد كده لازم عشان يستلم الفردة التانية يدفع حق الجزمة كلها وبعد الضريبة وبالفوائد كمان. وسلم لي على الإنسانية. إنسانية دي جاية من ثانية بتاعت الحنفية. الله، هي ما بتعملش اعلانات دلوقتي ليه؟ قبضوا عليها؟ كواكسه يا ابو مخ ظلم انت. ازاي تقول لي مفيش حاجه هتغلى اذا كان الدولار بيطلع في العلالي؟ يا ابني فهمني، مفيش حاجه هتغلي. انا كنت عند مشتبه الجمعه اللي عدت وحلف لي على الميه تجمد ان مفيش حاجه هتغلي، خصوصا الحاجات الاساسيه زي الكاتشب. مش كاتشب دي اساسي؟ زي المستردة، هم عيالك بيستغنوا عن ايه؟ والجورن فليكس والتلفزيون اللي هو 39 بوص، حتى الدش الامريكاني. يعني مفيش مشاكل بالنسبه للي زي حالتنا. ايوه يا فالح، بس هيرفعوا سعر المش. ما دام الحكومه مضت مع الصندوق يبقى هيرفعوا سعر المش. يا ابني لا مش هيترفع ولا جعدد ولا سريس ولا غيره. انا مشتاق به ما بيكدبش عليا ابدا. ما هو مشتاق به بتاعك ده راجل هجاص وذمته اوسع من ذمه عمده بلدنا. بس الشيخه زاهيه بسم الله ما شاء الله عليها قالت لي كل المستخبي. قالت لك ايه يا موكوس؟ قالت لي ان عمره ما هينولها ولا تليفونه هيرن عشان هو اللي بيزنبجنا عند الحكومه ويخليها ترفع الاسعار. طب انا بامر الله رايح للراجل الطيب اللي انت بتغلط فيه ده، هو رايح لمشتاق بيه وهقول له على كل حاجه وهيفهمني على كل حاجه، وبامر الله هتتوكس وكسه اللي فتصت له بهيمه. بس يبقى تهت والقناها تحلفه وتاخد مصورات من العتبه اول ما تنزل مصر وتخليه يصوره وهو بيحلف، والميه تكدب الغطاس. اوه ماي جاد، I don't believe that. كحيت، اسمع دي بليز. تصور يا سيدي مكتوب هنا ايه؟ اوضه دبل في قريه في الساحل الجنوبي بتكييف مركزي ودش. لو واجهته 20 درجه شرقا سيباند هتشوف احدث شبكه فضائيه عالميه. اتس فانتاستيك ريلي. بص دي بقى، والقريه فيها 4 حمامات سباحه و5 ريستوران، لا وايه، وجيمنازيوم والعاب مائيه وديسكوتيك. اس حقيقي وندرفول. لا شوف التقيله بقى، ده الزغلول التقيل اللي جاي. الفرد 300 جنيه في الليله، شامل ايه؟ الفطار والضريبه، لا وايه، والاطفال نصف اقامه.
ومشروب اول ما توصل. والله معقول، والله معقول جدا. امال ليه بيقولوا الاسعار مولعه؟ حقيقي ناس مفتريه حقيقي. ابو منص، احسب لنا كده انا وانت في اسبوع نتكلف كام؟ مش مسألة فلوس يا أم منص، لا، هو أنا الساحل الجنوبي ما بيعجبنيش، والشمالي زحمة قوي السنة دي، إن بتوين هيبقى من ده على ده، ما أقدرش أنا أروح حتت كده، لا. أنا تقولي لي أصيف فين السنة دي؟ أقول لك هنا. إحنا هنا نحط شمسية، وهنا أحط راية سوداء، واغرق لك السطوح ميه وافرشه رمل. وانت بقى تقفي تتعجبي بقى بالمايو البافتا الشيك بتاعك. وكمان يا ستي اجيب لك الشبان اللي هيعكسوكي وامناء الشرطه اللي هيقبضوا عليهم. كده مش ناقصنا اي حاجه. والله فكره مش بطاله حقيقي. وانا رايي كمان نعزم فرج الترشاجي ونعمله غطاس. برافو برافو، مش ناقصنا حاجه اهو. لا ده طبعا. وايس كريم في ديسمبر، ايس كريم في جليم. وايس كريم في ديسمبر، ايس كريم في جليم. ايس كريم في ديسمبر، ايس كريم في جليم. لا 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 لا، حاجه تجنن. الواحد مش عارف هيلاحقها منين ولا منين. البلوبيف بقى ب6 جنيه. تصور يا حامد افندي. كل شوية يستفزونا يا أخي بقرية سياحية جديدة. مرة مارابيلا، ومرة مارينا، ومرة مرايا، ومرة بولوبيف. البولوبيف مش قرية سياحية يا جاهل. البولوبيف ده نوع جديد من الأكل زي اللانشون، بس يمتاز عنه بأنه ما بيعضش. يا أخي أنا معجب بيك وبثقافتك يا معترض أفندي. دايما بتجيب المفيد، بس أنا هتجنن. صفراوي ابني عنده نضارة سودة بلاستيك زي بتاعتك، وكاسكتة زرقاء زي بتاعتك، بس مش في نباتك وثقافتك. جاتنا نيلة في حظنا الهباب. أنا معترض على اعتراضكم على رفع الأسعار. أما تقارن أسعار السنة دي بأسعار السنة اللي فاتت هتتأكد إنها أرخص من أسعار السنة الجاية. أنا مش فاهم يا إكسلانس، الناس بتشتكي من غلو الأسعار ليه؟ مع إنها معقولة قوي. أنا لسه راجع من قرية إيجيبت ريفيرا للسياحة، عارضين جزر للبيع هناك. الجزيرة ب10 مليون جنيه بس، تصور. فرصة عزيز، اوعى تفوتها منك. بس هو المشكلة المواصلات. يعني أنا لما أحب أجيلك، هل تفتكر ترماي 12 يوصل لغاية هناك؟ ترماي إيه يا إكسلانس؟ أنت هتشتري لك صندل بر بحر بحسبة 4 مليون جنيه كمان، وأنت اللي كسبان. صندل ب4 مليون جنيه؟ طب ما اشتري كاوتش من اللي بتموت. على رأيك، عشان تبقى تجيلي بالليل وانت قلبك جامد. على فكرة أنا كنت عايز أقول لك إن إيجار اليخت الساعة ب200 جنيه بس. أنا عايزك تاخد منص هناك، هينبسط قوي. بالشكل ده التكلفة هترتفع ل600 جنيه. منص فسحته في البحيرة ما تقلش عن 3 ساعات، الكلب ده. أنا عايز أسألك سؤال عزيز، هل اليخت ده مش ممكن يشتغل ما بين نيس ورود الفرج بالنفر؟ يشتغل بالنفر؟ لا يا اكسلانس، ده بيشتغل بالسولر. اعمل ايه بيه؟ بص في الصورة. ايه يا بيه مالك يا بنت، قرفان مني ولا ايه؟ مش عارف يعني. امال ليه عندنا صابون بريحه يعني؟ يا اخي مش مقصودش. بس طيب ايه دي؟ طب خد دي. لا طيب هنسلم على بعض. طب اضحك طيب. متشكرين يا باشمهندس. ناخد واحده تاني؟ طيب ايه رايك في دي؟ لا ايه ده يا اخي تصدق انت ضايقتني يا بيه. طب هصحطي لك كده اهو. ايه الواحد؟ يلا يا بيه اضحك يا بيه، اضحك وليش قرفان مني. اضحك. تمت الحمد لله. واحده كمان بقى. كفايه يا بيه، كفايه خلاص كفايه طالما متأزم ومخنوق مني كده كفايه. ده فهمني، انا مش متأزم، بس انت بتحدف نفسك. طيب يا بيه خايف عليا كده بخانقني من بعيد اهو، من بعيد اهو. يلا يا مصوراتي. 1
2. الحقيقه يا هنداوي، عباره رفع الاسعار وتحريك الاسعار دي اتحرقت خالص. عاوزين بقى ندور على كلمه جديده عشان اقولها في احاديثي للصحافه وللتلفزيون. فكر معايا. يا سعادة البيه افكر ايه واسامي ايه؟ انا جاي لسعادتك عشان المش كلتنا في الكفر. الواد ابن ابو سليم ابو لسان زلف ده داير ينوق زي ابو قواء في الكفر وعمال يقول بس لقيتها يا هنداوي. عارف ايه؟ هنقول تورم الاسعار. ايوه، السعر الوارم هو السعر الجديد، واول سلعه هنورم سعرها الزيت والسكر، الرز، الغاز الطبيعي، الشاي والعيش. الله. طب والمش نورمه. والجعدان نورم سعره رخر. هي الصورة دي هتتنشر فين؟ انا هقول لك. الصورة دهيا هننشرها في مجلة الحائط بتاعتنا اللي بنحطها في ظهر وابور الطحين. اسمها حقائق واكاذيب. اسمها ايه؟ حقائق واكاذيب. في حرفين داخلين في بعض. ما تحرجنيش قدام المصورات، عارفين انني محترم في مصر. اكاذيب وحقائق.